ابسود 2 من تحضير البطولة. تعالوا نشوف شكل التمارين هتكون عاملة ازاي. والنهاردة عندنا تمرينة بول محترمة جدا، وهنا اقصد بمحترمة ان احنا لسه ما دخلناش على قلة الادب، ونفس الكلام لسه مشغلين اغاني تامر عاشور ومش راضيين يحمسونا خالص. ومعانا اول شكل تمرين وهو اللات بول داون او ما يسمى بالسحب العالي. هتلعب يا باشا 12 عدة في 4 مجاميع، وكل مرة تزود فيها وزن، واوعى تزود وزن تخليه هو اللي يشيلك مش انت اللي تشيله. وبنلعب العدات بكل سموزية كده بالراحة عشان نعصر الظهر. اما تاني شكل معانا هو الرو ماشين، فتلعب فيه تعمل كنترول على ظهرك تعصر فيها، تلعب 12 عده في 4 مجاميع. او انا اللي هلعب، هتموت نفسك او تموتني ايهما اقرب، اهم حاجه الاسموزيه في الحركه. وندخل على تالت تمرينه وهي الاقرب لقلبي وهي البول اب او العقله. يا جدعان العبها من 10 عدات في 4 مجاميع. احلى حاجه ان هو بيستهدف الظهر كله واللات بالذات، فانا مش عايزك كده تفيص زي في الاخر كده. وده كده اصلا انا بلعب من غير باور بسبب ان الكارب قليل، بس عاش جدا. وهنكمل التمرين. ندخل على الشكل الرابع وهو السيتد رو كلوز جريب او ما يسمى بالسحب الارضي. هتلعب 12 في 4 مجاميع، واوعى كده ما تشجعنيش، انا عايز اسمع صياحك عندي في الكومنتات، عايز صوتك يوصل لي كده. اما الشكل الخامس من التمرين اللي هو الفيس بول، هتلعب يا باشا 12 عده في 4 مجاميع، وعايزك تسحب كده تشد الكتف. بص انا عايزك تفجره ما يبقاش في مكانه خالص، بس اوعى تنسى نفسك وتعقب زي ما انا عملت كده. تعالى بقى كده يا باشا اقول لك على الشكل السادس اللي هنلعبه، هو الريفرس فلاي للكتف الخلفي، وهو تمرين قريب جدا لقلبي برضه. هتقوم لاعب يا صديقي الصدوق 15 عده في 4 مجاميع كده، وتشد للاخر كده كتفك وانت فارد ظهرك. اما الشكل السابع معانا هو الكونسنتريشن كورل او الارتكاز يا جدعان. هتلعب يا باشا كده وتفجر، بس يا جدعان عندك طبعا صاحب دايما اللي بيخرب لك الفيديوهات زي كابتن حسام منصور كده، بوظ لنا الفيديو. بس عادي باشا نمسي عليه في الكومنتات ونكمل تمرينتنا عادي جدا. واوعى يا باشا كده تفيص في نص التمرينه، لا انا عايزك يا باشا تسويتش معايا الايد وتلعب يا باشا كده وتشد الباي. ووصلنا لاخر تمرينه كده خلاص يا جدعان، وهي الهامر كورل. هتلعب يا باشا كده 12 عده في 4 مجاميع، ومش عايزك تفيص خالص. ونشكر كابتن حسام منصور على مجهوداته ان هو بيشجعنا ان احنا نلعب كده واحنا مفيصين خالص. البودي بتاعه واقف له كده ليه؟ انا بعرفك على كريم يا جماعه. أيوة. اكتر واحد مش ملتزم معايا، حرام عليك. بيستنى اي مناسبه عشان انا فتحت. بس ده اعلان حاجة ايه بقى؟ حاجة ايه؟ عيد ميلاد خطيبتي. هاكل 3 كيلو ايس كريم. لا والله مش 3 كيلو. وايه مش نافع يعني. سوشي مش بس كام بس يعني كام مع كام بيس؟ كام بيس؟ 60 كان مستنشق على واحده سلمون. والله العظيم. وصلنا لاخر الفيديو، فلو عجبكم المحتوى اللي انا بعمله اكتبوا لي في الكومنتات، واستنوني في ابسود 3 احكي لكم ازاي بعمل الاكل بتاعي. وسلام.